مساء العسل على عيونكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سبتكم كده في الاول ما مسيتش عليكم عشان اسمعكم صوت القرمشه قد ايه تحفه. النهارده بقى هنعمل بانيه، بس هنعمله صيامي. مكوناته سهله وبسيطه خالص، من غير اي لحوم. هنعمل احلى بانيه صيامي او نباتي للناس النباتيين برضو. يجربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. ربع كيلو حمص منقوع من قبلها بيوم، وبعد كده سلقته حلو جدا جدا، عايزاه مهري كده. فسلقته وصفيته. عملت الخطوة دي مع نفسي وعشان ايه ما اطولش عليكم. وكمان عندي حوالي ربع كيلو من البطاطس، قشرتها وسلقتها، او يعني حوالي 4 حبات كده متوسطين. تمام. سلقت البطاطس وسلقت الحمص وجهزتهم. عندي هنا الكبة بتاعتي. اول حاجة هضرب الحمص حلو جدا، هنعمه خالص خالص خالص. لو ما مشيش معاكي في الكبة تقدري تحطي كده ايه، معلقتين مية، بس انا الحمد لله يعني مشي معايا سهل خالص في الكبة. فانا هفرم بقى الحمص كله. زي ما قلت لكم جبته ربع كيلو، ده ربع كيلو، الكمية دي كلها ربع كيلو حمص وربع كيلو بطاطس بطاطس. عملوا لي كمية حلوة جدا جدا من البانيه اهو. بصي اتفرم معايا حلو خالص، ونعمته. اهم حاجة تنعميه خالص وتسلقيه حلو خالص كده لحد ما تلاقيه اتهرى معاكي، على الاساس ايه يتضرب حلو. وتصفيه من ميته وتفرميه. مش عايزة اقول لكم بقى الطعم بجد تحفة، زي بانيه المصانع الجاهز اللي بنجيبه من بره، بس طبعا انضف واحلى واطعم. وحاجه انت ضمناها عاملاها بايديكي، بجد تحفه والله، كان طعمه جميل. للناس بقى النباتيين، للناس الصايمين، جربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي. بصي انا فرمت اهو الحمص، هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم. اهو انا خلصت بقى الكميه كلها. الحمص هحط دلوقتي البصلايه برضو في الكب، هفرمها ناعم اهو. بصلايه متوسطه كده صغيره اهي. تمام. هنا بقى البطاطس المهروسه اللي انا سلقتها معاكم، لا مش معاكم، سلقتها لوحدي عشان ما اطولش عليكم. حطيت عليها معلقتين كده من الزيت عشان يعني تتفرم معايا حلو قوي. وبالشوكه بقى او بالهراسه كده يعني خليهم ايه، نعميهم خالص كده. الحمص بقى جاهز معايا بعد ما فرمناه. والبطاطس كمان زي ما قلت لكم 4 حبات كده صغيرين او ربع كيلو، تمام، حسب حجم البطاطس اللي عندكم. تمام كده. حطيت لهم معلقتين زيت وهرستهم حلو خالص. هنزل بيهم بقى على الحمص بتاعي اهو. يعني تقريبا ده على ده نص كيلو، عمل لي كمية تحفة تحفة. شوفي انت بقى بتجيبي النص كيلو بكام. احنا عملناه مكونات سهلة ورخيصة وحلو خالص. هنزل عليهم بقى بالبصلاية اللي احنا فرمناها سوا اهو. وعندي التوابل بتاعتي عبارة عن ملح، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، آه، فلفل اسود، بهارات فراخ. وعندي كيس فيجيتار حار بقى او عادي براحتك. انا بحبه سبايسي فهزود ايه، سنة شطة. البهارات بتاعتنا تاني، حطيت بابريكا، فلفل اسود، توم بودر، بصل بودر، بهارات فراخ، وحطيت طبعا ملح. وهنا حطيت سنة شطة عشان بحب الحاجة تبقى سبايسي، يعني هدعك حلو جدا جدا. كل المكونات دي عايزاها تختلط كده ببعض. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. تحفة بجد، فظيعة وموفرة بقى يعني. وطعمها كان خطير. طبعا اللي هو البانيه الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره كده بيبقى حاطين فيه يعني حاجة بسيطة بسيطة خالص لا تذكر من الفراخ. احنا بقى ولا حطينا فراخ ولا اي نوع من انواع اللحوم، لا احنا عملناه نباتي. حلو جدا. اكلة كده سهلة وموفرة. تحفة بجد. تعمليها بقى سندوتشات او تعملي جنبها مكرونة براحتك. اكلة حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين انا بخلط المكونات حلو جدا، الحمص بالبطاطس بالتوابل بتاعتي. وما تنسيش كيس الفيجيتار. حباه سبايسي تمام، حباه عادي براحتك. انا حطيت شطة، دي ترجع لك انتي. هنا بشكلها بقى، بشوفها اتشكلت معايا ولا لا اهو.
لو لقيتيها ناشفه كده خالص معاكي تقدري تزودي كده ايه معلقتين زيت اهي. بصي بتتشكل معايا بكل سهوله. حابه بقى تعمليه على شكل البانيه، تعمليه ستريبس، تعمليه ناجتس برضو قطع صغيره، التشكيل ده يرجع لك. اهو انا عندي هنا كيس، كيس تلاجة عادي فتحته، هشكل عليه لان هدخله الفريزر فعشان ما يمسكش بقى، فهحطه ايه على كيس يعني تلاجة وكده. حابة تعمليه ناجتس هتفردي على الكيس طبعا وتقطعيه مكعبات او بالقطاعات الاشكال براحتك، مفيش اي مشكلة. زي ما قلتلك الشكل ده يرجع لك انتي. انا هعمل البانيه، هعمل شكل بانيه وستريبس وهعمل قطع صغيرة، يعني هشكل النص كيلو ده هشكله. عمل معايا كمية حلوة جدا هتشوفيها كلها في الاخر. هوريكي الكمية عمل معايا كمية قد ايه، تقدري بقى تحتفظي بيها كده في الفريزر، تطلعي وقت ما تحبي بقى اي قطعة تعملي لولادك. بجد حلوة قوي، تعملي لهم ساندوتشات منها برضو بتبقى تحفة. بصي النص كيلو عمل معايا كمية حلوة ازاي. دي كل الكمية اللي طلعها ايه النص كيلو اللي احنا عملناه من الحمص والبطاطس. حابة بقى تزودي الكمية براحتك. هدخله بقى الفريزر يعني يجمد. هو المفروض يعني يجمد، بس انا ما سبتوش يجمد كتير. هقولك دلوقتي. هنا بقى هنعمل الكفر اللي هو السائل اللي بيبقى من بره، الخليط اللي بيبقى من بره. حطيت نفس التوابل، زودت ايه، زودت نص معلقه بيكنج باودر عشان يديله الهشاشه الحلوه دي. حطيت كوبايه دقيق، حطيت الاول كوبايه دقيق، حطيت عليهم بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وبهارات فراخ، وحطيت سنه شطه، وحطيت نص معلقه طبعا الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان يديني الهشاشه اللي بتبقى في البانيه. كوبايه الدقيق خدت معايا تقريبا كوبايه وربع من الميه، لان انا مش عايزاه يبقى تقيل ولا سايل قوي، عايزاه يبقى ايه سمكه كده زي سمك البانكيك. يعني بصي سمكه يبقى ايه مش تقيل قوي ولا خفيف طبعا. ده اللي هو ايه هنحط هنعمله من بره يعني. وده اللي هو الكفر الاخير اللي هنغطي بيه البانيه بتاعنا. ده كريسبي كده بيتباع عند العطار او خلطة كنتاكي اهي، اللي هي بتبقى خشنة دي. انا ضربتها كده في الكبة ضربة واحدة، ضربة واحدة لان ايه بتبقى حبيبتها كبيرة، فضربة واحدة بس ضربتها في الكبة. تمام. دي مهمة جدا. حطيت عليها نص كوباية من الفيجيتار، اي فيجيتار عندك، فيجيتار حار فيجيتار بارد مفيش اي مشكلة. يبقى نص كوباية على الربع كيلو اللي هو الكريسبي ده. الكريسبي ده زي ما قلتلك بيتباع عند العطار. تمام. اديته ضربة كده في الكبة وتمام. هنزل بقى البانيه بتاعي جوه الخليط السائل الاول اهو. كفر الخارجي بتاعه حطيته كده جوه الخليط السائل، وبعد كده نزلت بيه ايه جوه اللي هو الكريسبي، خلطة الكريسبي دي، وزودت لها نص كوبايه من الفيجيتار. واهم حاجه الخليط السائل ده ما تنسيش تحطي فيه نص معلقه من البيكنج باودر عشان يديله الهشاشه اللي ايه بتبقى موجوده في البانيه وكده. بصي ده كان شكلها اهي. هرصهم طبعا كده في طبق عشان اخلص الكميه بتاعتي كلها. طريقته سهله وبسيطه خالص خالص. لو حابه تحطي معاه قطع فراخ، يعني تجيبي اللي هو البانيه الفراخ شرايح، تقطعيه شرايح وتضربيه ايه برضو في الكبه براحتك. بس انا عاملاه النهارده اقتصادي للناس النباتيه او الناس اللي هي الصايمه، يعني يجربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم قوي. ما تحرموش نفسكم من حاجه يا جماعه، كل حاجه نقدر نعملها في البيت، مكونات سهله وبسيطه خالص خالص. عملنا احلى بانيه صيامي اهو، عملنا كمان كمية حلوة جدا، ما كلفناش كتير طبعا. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها هنا. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها كده وغلفتها بقى بالخلطة الكريسبي ده كان شكلها. طبعا المفروض تحطيها في الفريزر، انا بقى مستعجلة فانا هقلي على طول، وقليت على طول. والله 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 ما حصلش ولا اتفك ولا كفر وقع ولا اي حاجه. بصي شكله حلو ازاي بذمتك، مش زي البانيه الجاهز بالظبط. بصي الخلطه عليه مش ما وقعتش ولا اي حاجه، وما حطيتوش بامانه في الفريزر خالص خالص. لا انا هقلي معاكم كام واحده كده عشان اوريكم. بس طبعا حطيه في الفريزر وقت بقى ما تعوزي تطلعي كده براحتك. هنا عندي الزيت كنت
فهقلب فيه بقى كده البانيه الاقتصادي الحلو اللي احنا عملناه ده. بصي ما وقعش الكفر بتاعه ولا اتهرى ولا اي حاجه، والله ما اتهرى ولا اي حاجه. بصي عايزه اوريكي بقى صوت القرمشه، اسمعي الصوت الجميل. ايه رايكم؟ يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط عليكم. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو لو عجبكم، تعليق كده حلو من تعليقاتكم، وشجعوني بقى عشان انزل لكم فيديوهات جديده بالف هنا وشفا يا رب على كل اللي كان. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم ويكون عجبكم. اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى كمان ان انتوا ما تنسونيش باللايك. عايزه لايكات كتير كتير كده، تشجيع بقى حلو منكم، كلمه حلوه منكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونيش اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله، عشان كمان تشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات جديده. واقول لكم مع الف سلامه.